أهلا وسهلا. موضوع اليوم هو أكاديميات الشباب وشنو اللي سواه نادي الميناء هذا الموسم. أغلب أندية العالم تمتلك أكاديمية خاصة بهم. مهمة هذه الأكاديمية هي البحث عن اللاعبين الموهوبين ثم صقل موهبتهم ودعمهم ماديا ومعنويا، تصعيدهم للفريق الأول والاستفادة منهم. كلنا سامعين باللاماسية، مدرسة برشلونة الكروية اللي خرجت ميسي، تشافي، انيستا، بويول، ومدرسة ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد اللي خرجت لنا الموهبة زيدان إقبال. لكن للأسف أنديتنا العراقية ما تعتمد كثيرا على فرقها الشباب والناشئين، وتعتمد على شراء اللاعب الجاهز. لاعب الأكاديمية يكلف أقل من 50 مليون، أما اللاعب الجاهز فيكلف النادي أكثر من 200 مليون. هذا الفرق بالسعر يقدر كل نادي يستفاد من يمه من خلال بناء بنى تحتية للفريق. نادي الميناء هذا الموسم اعتمد على فريق الشباب بعد ما تم منعهم من تسجيل اللاعبين بسبب مخالفات إدارية. شنو اللي صار؟ قدموا مستويات طيبة بقيادة المدرب الرائع حسن أحمد. لهذا نصيحتنا للاتحاد العراقي وإلى كل الأندية العراقية بالاعتماد على الأكاديميات ودعمهم ماديا ومعنويا والاستفادة من اللاعبين في الفريق الأول.